أسعدتم أوقاتا أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة والتي بعنوان شاهد عيان على إحدى حملات التعريب في مدينة كركوك الكردستانية. ضيفي هو ريبوار جاف من مدينة كركوك، فأهلا بك أخي ريبوار. أهلا وسهلا أستاذ علي، وفرصة سعيدة وشكرا على الفرصة حتى نتكلم عن مدينة كركوك، مدينتي المعربة التي عربت تاريخيا. فضل حضرتك إذا تريد تقول أي مقدمات معينة، لكن أنا أحب أعطي نبذة بسيطة عن كركوك نعم. وتعريبها في الثمانينيات. بداية أود أن أسألك، يعني قبل أن ندخل في موضوع شهادتك عن تلك الحملة التعريبية، كونك كنت موجودا في كركوك، لا أعلم كم كان عمرك، ولكن نبذة مختصرة عن المراحل التعريبية السابقة لمشاهدتك. متى بدأت عمليات التعريب في كركوك؟ شكرا. طبعا أنا مو مؤرخ حتى أعطيك التواريخ بصورة مضبوطة، لكن أعطيك فكرة عن اللي أنا أعرفه عن تعريب كركوك. فكركوك بدون شك مدينة كردية، ومن نشوف حاليا خرائط العثمانية القديمة من يخلوا كلمة كردستان، كانوا يخلوا كلمة كردستان على خرائطهم العثمانية القديمة. فكركوك والموصل دائما من ضمن كردستان، وهذا باعتراف الخرائط العثمانية. فكركوك دائما كانت كردية، ومشهورة ببابا قرقر أيضا، وهي من أحد أبيار النفط اللي موجودة في كركوك. فهي مدينة بترولية غنية بالبترول والنفط. فتعريبها على الأحرى بدأ من أيام الاستعمار البريطاني والفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط. فكانت كردة فعل من قبل البريطانيين، من احتلوا المناطق الأراضي التي كانت من ضمن الدولة العثمانية. لم تكن هناك دول، يعني ما كانت اكو دول نسميها مثل اليوم العراق، سوريا، الأردن وغيرها، ما غير موجودة. كانت مناطق. فمن احتلت المنطقة وقسمتها، فالموضوع كان فين نخلي الكرد بصورة عامة. فكانوا يعني في بداية اتفاقية سيفر ولوزان، انه في سيفر قالوا نعطي للكرد دولة، بعدين غيروا رأيهم في لوزان وغيرها. فالتعريب بدأ الطموح الكردي في إنشاء دولة مستقلة عن الدولة العراقية. أنا أتكلم على صعيد العراق. فالاستعمار البريطاني كان يطلب من الملك العراقي أنه يوقع معاهدة الانتداب. فالملك العراقي كان متردد أنه كيف. طبعا الملك العراقي مو عراقي، هو سعودي الأصل، جابوا من السعودية وخلوه على العراق من كونوا المملكة العراقية. ف نوعا ما الإنجليز شجعوا الكرد على أنه أنتم عندكم حقوقكم، وخاصة في حواراتهم مع الشيخ محمود الحفيد اللي في مدينة سليمانية كان. فاللي صار أنه أعطوا يعني ميول للكرد أنه يكون عندهم دولة، لكن بعدين تراجعوا من الملك العراقي قبل ووقع معاهدة الانتداب. فبعد ذلك نشأت نزعة من قبل الدول، الحكومات العراقية المتتالية، أنه الكرد عندهم نزعة، نشأت فكرة عندهم أن الكرد عندهم نزعة انفصالية. ونحن الكرد تولدت عندنا وكانت هي موجودة، لكن زادت عندنا الرغبة في الحصول على حكمنا، استقلالنا الذاتي أو حكمنا الذاتي أو دولتنا ككرد كحق من حقوقنا المشروعة كإحنا ناس في المنطقة. فاللي حصل أنه بداية تعريب كركوك، لأنها بعد ما اكتشفوا النفط هي أكيد، فمن شافوا في نفط، فبداية تعريب كركوك بدأت من بداية إنشاء
المملكة العراقية كدولة من 1900 على ما أظن 22 ولا 20. فمن أنشأت الدولة العراقية بحجج مختلفة. من أحد الحجج اللي أنا أتذكرها كنت أقرأها أنا في المدرسة في موضوع الجغرافيا، أنه تسكين البدو الرحل أو تمدين البدو الرحل. فعادة من يجوبون البدو الرحل يسكنهم وين؟ يسكنهم في الأماكن الحضرية ويوفروا لهم المياه والأراضي للزراعة. فهذا التسكين في مناطق في وسط العراق ودائر مدائرها كركوك كلها صارت من قبل الحكومة بإسكان العرب حول مدينة كركوك. فمنطقة الحويجة المشهورة حاليا، إذا أنتم سامعين هنا وأهل فمنطقة الحويجة كونت في ذاك الوقت تقريبا. فأسكنوا البدو الرحل وجابوهم من أماكن أخرى، أسكنوهم في المنطقة وأعطوهم أراضي وبنوا لهم مشاريع الري أيضا. فبنوا مشاريع الري وجابوا القبائل العربية وسكنوهم في المنطقة. وبعدين أدخلوا بعض القبائل العربية أيضا منهم الحديديين في مدينة كركوك وسكنوهم. لكن هذه العملية كانت تتم بصيغة كيف ما نقول حسب مراحل على مهلهم، يعني على كيفهم، ما كانت تبان بصورة واضحة جدا إلى أن نيجي للثمانينيات. فالثمانينيات صدام حسين عملها بصورة مفتوحة يعني. وهذا هو لب الحلقة. أنت كنت موجود في كركوك، أي كنت شاهد عيان على إحدى حملات التعريب. هل أستطيع أن أسألك كم كان عمرك؟ أنا كان عمري تقريبا شوف والله تقريبا 8 سنين 9 سنين في 1980. فمن بدأت الحملة. فأنا كنت أتذكر أنه إحنا شلنا من بيت لبيت آخر، وفي البيت كان عندنا مية الحنفية تيجي. لا صارت 10 سنوات 12 سنة هيك أتذكر مية الحنفية توقفت. فدائما كانوا يقولون العرب جو العرب جو. فأتذكر من وصلت لعمر 13 و14 سنة المناطق العربية صارت معروفة بالقادسية، وصارت القادسية الأولى الثانية الثالثة، الحي العسكري الأول الثاني الثالث. أحكي عن مشاهداتك كيف جلبوا هؤلاء المستوطنين؟ كانوا يسموه المستفيدين. أنا صراحة ما أعرف التفاصيل كيف مشوا لعندهم وقالوا تعالوا نعطيكم أرض وتفاصيل، لكن حسب يعني حسب علمي بالحكومة العراقية السابقة فكان كل شيء كان يتم من خلال منظمات الحزبية، منظمات البعثية، من خلال مختارين المنطقة. فكانوا يختارون الناس اللي من تشوفهم في أماكنهم ما عندهم شيء، فناس محتاجين له مساعدة. فنوعا ما من أنا أسمع أقول الناس اللي يجيبوهم من جنوب ووسط العراق كانوا ناس ممكن من الناس الأكثر حاجة ماديا ومعنويا للإعانات اللي كانت تقدمها الحكومة. فجابوهم من وسط وجنوب العراق وأسكنوهم في مناطق كركوك، فأعطوهم كل واحد قطعة أرض 200-300 متر. وفي وقتها في الثمانينيات أعطوهم كل واحد 10,000 دينار. مع العلم الدينار العراقي كان تقريبا $3، صح. $30,000. فيعطوهم أرض ويعطوهم 10,000 دينار عراقي. وأيضا يعطوهم وظائف. فاللي يجي موظف عادي يسوون مدير، اللي يجي مدير يسوون مدير عام. وكان في تمييز دائما، يعني فرضا إذا في مناقصة في شغلة دائما يعطوا للعرب. فإحنا أهل المدينة هم مشنا، والعرب اللي جو أعطوهم كل الامتيازات المتاحة. وجزء من هذول العرب اللي جو أصبحوا
من ضمن النظام القامع للكرد أيضا. فرفاق الحزب اللي جابوهم، اللي يسووهم مختارين بالمنطقة، المختار مسؤول المنطقة، المختار، كلهم عرب. فأغلبيتهم كانوا من هذول المستفيدين اللي يسمون مستفيدين، احنا نسميهم 10,000. فكانوا يجيبوهم ويعطوهم الوظائف، يعطوهم الأراضي ويعطوهم الفلوس وهكذا. فهذه كانت في قمتها في أواسط الثمانينيات، يعني شوية هدأت أو الكلام توقف عنها، لأنه كانت صدمة لنا إحنا ككرد كأهل المدينة، أنه خلال 4-5 سنين حجم المدينة تضاعف، فكان صار ضعف. فحتى كركوك كان عنده طابع كردي على تركماني في في بداية الثمانينيات، لكن شوي شوي هذا الطابع تغير، شفنا طابع عربي. وعربي يعني كيف اريد اكون كيف ما تقول، ما اظلم احد، ما احب اظلم احد، لكن الطابع اللي جو ما كان طابع نظيف. فكان طابع فيه كثير من ال كيف ما نقول السيطرة والنعرة العربية اللي كانت تريد السيطرة على طابع كركوك الكردي الدرجة الأولى والتركماني. فكانوا يبدون يعربون المنطقة، حتى صاروا مو فقط أنه المناطق العربية سموها بأسامي عربية، مناطقنا إحنا الكردية أعطوهم أسامي عربية. فشوجة صارت القدس، رحيماوة ما أعرف أي اسم، ما أتذكر الأسامي بالضبط. إحنا منطقتنا ناتشاري سموها الحرية. فحتى المناطق منع عنا أنه نسمي المناطق الكردية بأسامي الكردية، غيروها. فالناس يسموها بأساميها، لكن على الورق اسم عربي. فالتعريب ما كان فقط أنه جابوا العرب، حتى أسامي المناطق غيروها، سووها عربية. وكانت عندنا مدارس كردية، فأنا ما لحقت على المدارس الكردية، لكن اللي قبلي بسنتين 3 سنوات دخل مدارس كردية. لكن سدوا كل المدارس الكردية بكركوك، عربوا حتى المدارس، فصارت المدارس عربية. الامتيازات اللي صارت انه المناطق العربية اللي بنوها هي اللي تأخذ، يعني فرضا ماي الحنفية ما في، لكن هم عندهم مناطق العربية. الكهرباء عندهم، شوارع مبلطة عندهم، احنا لا. المجاري يسووا لهم، احنا لا. فالبنية التحتية اللي احنا ساكنين فيها المناطق الكردية كلها تهمشت. ومش فقط هذه، المناطق الكردية الأصيلة القديمة بحجة أو أخرى قاموا يقطعون منها. يعني أعطيك مثال، راح يسوون شارع حول المدينة، يحيط بالمدينة. منين يبدأ؟ من المناطق الكردية. شالوا كم بيت، مو كم بيت، يعني كم مئات من البيوت هدموا. والله شنو كان نبي نسوي شارع منه. شارع آخر يدخل في وسط المدينة، يجيبوه من قلب المنطقة الكردية ويهدموا بيوت. وهدموا مناطق كبيرة بحجة انه والله انتم ما عندكم طابو. تعرف الطابو؟ سامع الطابو؟ طبعا. فالطابو انت ما عندك. زين انت هالمناطق موجودة صار لها 40-50 سنة منطقة، والارض هي ارض ترجع لوزارة الاوقاف، وقف. الناس بانين، انت تيجي تقول والله انتم ما عندكم طابو، وتشيل كل البيوت تهدمها وترحل الناس اللي بيها. وفين ترحلهم؟ مو تقول يقول لك انت راح نهدم بيتك، روح اكري بيت في منطقة أخرى. لا، لأنك كردي وساكن بذيك المنطقة، ولدان بكركوك أبا عن جد، لا، يشيلوه من كركوك ويدوه على هولير أربيل في منطقة خالية، ومو حتى بالمدينة، في الخلاء يرموهم. ويجيبون العرب من الجنوب والوسط، ينطوهم أراضي، ينطوهم فلوس ووظائف. فهل حقبة الثمانينيات كانت
يعني مع أنه كنا في حرب مع إيران، كانت في آفة داخل العراق، خاصة في المناطق الكردية، مناطقنا. فكنا محاربين لدرجة أنه أنا كنت طالب أمشي للمعهد في التسعينيات، أصعد الباص من البيت إلى أن أوصل للمعهد. تتصور كم مرة يوقفون الباص واني أنزل ويقولوا لي هويتك، أنطيهم الهوية. ريبوار، طبعا أنا اسمي كردي ما في مفر منه. ريبوار، أنت منتمي لأي حزب؟ يقول لي يا حزب. أي معارضة أنت؟ يا معارضة. وإهانات واستخفاف بالناس. 8 مرات ينزلوك من الباص ويصعدوك، يعني إلى أن أوصل للمعهد نص الدوام منتهي. 8 مرات، بس لأنه نمر من مناطق كردية. فهاي نبذة عن الحياة اللي كانت هناك. فغيرها أنه تمليك البيوت، ما عندك حق تتملك بيت. يعني احنا اشترينا بيت ما خلوه باسم ابويا، بال 79 اشترينا بيت خلوه باسم امي، لانه ابويا ابوه ولدان في مدينة خانقين. فيقول له انت لا، انت ابوك من خانقين، بيت ما يسجل باسمك. لكن امي ايوه. ابا عن جد ولدانين بكركوك، خلوا البيت باسم امي. بعد كم سنة حتى اللي مثل امي ما خلوا بيوت باسمهم. يعني تمشي تشتري بيت لازم تلقي لك واحد عربي من ابو 10,000 تنطيه، تخلي البيت باسمه وتقعد بالبيت. تتصور يعني هالمهزله هذه. للاسف. فالظلم اللي صار يعني لا يطاق. وهذول الناس اللي اجوا مع الاسف هم يعني عندهم الدرايه الكامله انه هم ليش جايين وكيف جايين. يعني مع انه انا في البدايه قلت كان في، انا عندي تفهم لدرجه معينه انه هذول جايين وممكن ناس محتاجين ما عندهم. لكن مع ذلك انت جاي وعارف انت جاي تريد تعرب، تاخذ ارض غيرك، جاي تاخذ ارض غيرك. بالتاكيد فانت بالتاكيد. هذا هدفك. هذا الامر. اريد ان اسال بدايه، اشرح لنا عن موضوع اعراب ال10,000 دينار. كما سمعت كان يعطوهم 10,000 دينار بالإضافة إلى 300 متر أرض ملك. إن كانت معلوماتي صحيحة. حبذا لو تتحدث عن هؤلاء ومن أين تم جلبهم إلى كركوك. صراحه تم جلبهم من معظم المناطق العراقيه. يعني كان فيهم شيعة كثار من الجنوب، من البصره، وكان فيهم ناس من وسط العراق سنه. لا، لكن اغلبيتهم كانوا اللي جابوهم كانوا من جنوب العراق اللي انا اعرفهم. ما كان اكو كيف ما نقول يعني مو مثل اليوم الواحد يمكن يبحث يشوف 100% هذول منين جو، كيف كانت العملية ما كانت مذاع عنها. يعني ما راح تسمع بالاخبار انه والله جايبين ناس من جنوب العراق والوسط سكنوا بكركوك. هاي الامور كانت تم بصمت. يعني ما في معلومات عامة، يعني ماكو الإعلام ما يتكلم عنه، الراديوات ما يتكلمون عنه، الجرائد ما تتكلم عنه. هذا الشيء يتم بصورة مكتومة لكن بحجم هائل. يعني الحجم هائل. يعني أنت مدينة مثل مدينة كركوك حجمها يتضاعف بمدة 4-5 سنين. ما في بنية تحتية تتحمل هذا الشيء. فمن كانوا يجيبوهم يعطوهم الأراضي ويسكنوهم ويعطوهم فلوس. طابع المدينة تغير. فمن تمشي لمركز المدينة، قبل كان في هدوء أو تطبع للأمور، يعني الناس ماشيين بحالهم. لكن صارت فوضى. من تمشي لمركز المدينة تشوف ناس تحس هذول ما ينتمون للأرض والمدينة، ما ينتمون لثقافتها، ما ينتمون لأخلاقها. يعني المستوى الأخلاقي نزل بكركوك مع الأسف.
نزل لدرجة انه من كنا شباب ونريد نطلع يقول لك ها وين طالع انت؟ طالع المركز المدينة، ايش راح تسوي؟ ليش؟ لانه نسبة الاخلاق من الناس اللي اجوا هبطت مع الاسف. مع الاسف. فكانوا ينطوهم فلوس، ينطوهم الارض، ينطوهم الوظائف. لكن اللي من كركوك يعرفهم. فأنا من كنت أمشي للمدرسة، يعني في بداية السنة أنت من تروح كطالب في المدرسة، فالناس يتعرفون على بعضياتهم. فالعربي اللي يجي يعرف نفسه، من يقول لك مرحبا أنا فلان، ترى أني مو من 10,000، ها، يقول لك ليش؟ لأنه كانت عيبة يقول لك أنا من 10,000، لأن يعرف بنفسه جاي دخيل على المكان، محتل، غير مرغوب به. يعني كان ينظر لهم نظر دونية، ولو كانوا هم كيف ما نقول السلطة بيدهم والحكومة تساندهم وينطوهم فلوس، لكن النظرة لهم كانت نظرة دونية. انتوا جايين تاخذون أرضنا، احنا باينة هي. فالأطفال يعني كنا صغار احنا، يعني في سن 14 15 سنة، كانوا يعرفون، يقولون لا أنا مو تقول أنا 10,000. يعني حتى بعضهم كان ينكر أنه من 10,000. يعني كانوا مثلا اللي كانوا يحكوا هيك، كانوا من جماعة ال5000 ال1000 ولا شلون؟ كمان كانوا مستوطنين، ما يعني المستوطنين الأعراب. نحكي شوي عراقي مالت ال10,000 دينار. هل فعلا كمان 300 متر أرض كانوا ينطوهم وملك أو لا؟ أنا مش متأكد 100% مساحة الأرض، لكن كان يعطوهم أراضي اللي يبنون بيها بيوت كبيرة، وبيها حديقة 4 غرف طابقين. يعني ذاك الوقت بيت مثل هذا إذا تشتريه بفلوسك لازم تصرف على الأقل 15,000 دينار عراقي، اللي كان يعني مبلغ هائل. 45,000 دولار. مبلغ هائل كان ذاك الوقت بالثمانينات انه تشتري بيت. فبيوتهم كانت دائما كبيرة، يعني أقل شيء 200 250 متر، أقل شيء مو أقل. وانت حسب موقع الشخص، يعني إذا واحد يجي مسؤول فرقة ياخذ شيء مختلف عن إذا واحد يجي موظف عادي. لكن بغض النظر الكل، ومو بس هذه، يعني كان اكو منح اخرى. يعني اذا شخص تشوفه يعاني ما يقدر يكمل ولا عنده مشكلة، هم يعطوه إعانات أخرى. يعني ما كان مقتصر على فقط المبلغ هذا، بل كانت إعانات أخرى. ودائما أزلامهم، يعني اللي جايبيهم تعريب وأيضا يكونوا نشيطين وياهم، يعني جزء من الأعضاء كبار بالحزب ويتنشطوا وياهم، يعني يشتغلون وياهم ويا الحكومة، كانوا يعطوهم سيارات جديدة، برازيلي يسموهم 83، يعطوهم كرولات بعدها، فسوبرات ياخذون مرات حسب منصب الشخص. فالإعانات والامتيازات اللي كانوا ياخذوها كانت أعلى امتيازات موجودة. ومو فقط، يعني حتى في أيام الحصار بالتسعينيات كانت لهم امتيازات ما كانت لينا إحنا الكرد. يعني يمشي للفرقة يعطوهم مواد غذائية أحسن، يعطوهم أشياء أحسن من عندنا إحنا. والتوظيف كمان. لل... عفوا. بخصوص التوظيف. التوظيف، يعني أنت ككردي في، يعني هي بدت من الثمانينيات الناس كانوا يتوظفون، لكن شوية شوية قلت الوظائف. يعني ككردي ما ينطوك وظيفة، لازم تكون عضو في حزب البعث، وما عندك بعشيرتك ما في أحد في حزب المعارضة، وأنت مجتهد وياهم، ممكن ينطوك وظيفة، ومو كل مكان، وواسطات إلى أن ينطوك شغل. يعني أنا أتذكر من كنت أنا قرأت درست في معهد
معهد الفني في كركوك قسم المحاسبة. فكان عندنا أستاذ، الأستاذ عزيز يذكر بالخير، ما أعرف ويانا ولا لا. فكان دائما يقول لي أنت تعال أنا أنطيك شغل. فكنت أقول له أستاذ كيف تنطيني شغل؟ أنا كردي. فكان يقول لي أنت ما عليك، أنا أنطيك شغل بالرقابة المالية وياي. يعني تصور طالب أنت تكمل دراستك، ما عندك مستقبل لأنه ما راح ينطوك شغل، ما في وظيفة لك. ليش؟ لأنك كردي. في ناس حتى تنازلوا عن قومياتهم، يعني اكو ناس اعرف لانه كان عندهم محلات في المناطق القديمة قريب عن قلعة كركوك في القيصريات. هذه المحلات كانت ملك مرة أخرى للأوقاف، وزارة الأوقاف. فالناس عندهم عقود ويعطوا إيجارات رمزية. فالحكومة طلعت قرار أنه ممنوع يتجدد العقود للناس إلا إذا كانوا عرب. الكردي ما يقدر. ففي ناس يقول لك أنا عندي محلي، هذا مصدر رزقي أبا عن جد، يمكن من جد جدة هو ساكن هو عنده هذا المحل يشتغل به، فياخذوه منه لأنه ما كنت تقدر تشتري المحل، لأنه من ضمن وزارة الأوقاف ما تشتري، لكن تقعد به وتدفع إيجار. فالناس في بعض الناس اضطروا انه يمشي يعرب نفسه، يقول لك يلا انا سويت اسقاط للقوميه، كردي صار عربي. مع ذلك من يمشي يريد يسجل يقول لك ما يصير، انت معرب، لست مو عربي، انت يلا صرت عربي. فلازم يجيب واحد عربي ينطيه فلوس يسجله باسمه ويقعد بمحله. يعني على اساس، خليني افتح كاميرا، يعني على اساس انه كل اعراب العراق اعراب اصليين. حتى صدام حسين فارس العرب كان هندي والله اعلم، يعني معظمهم شو فارسي على هندي على باكستاني على سويداني على ما بعرف، يعني يقولون مستعرب، يعني مستعرب درجة 2 هن مستعربين. والكردي اللي يعمل حاله يغير قوميته مشان مصالحه يا حرام يصير مستعرب درجة 2. نعم. على عجالة انت قلت انه مية الحنفيات ما ضلت، هاي كان باي سنة؟ يعني انت بتحكي انه انت مواليد 65 81 بال 81 نعم. نتيجة 81 82 نتيجة يعني انه المستوطنين اجوا بكثرة على كركوك بنوا مدينة موازية. اللي صار انه ما سكنوهم في قلب المدينة، سكنوهم في اطراف المدينة، يعني سكنوهم في الاطراف ال كيف الجنوب وشرق كركوك بالاحرى، جنوب وشرق كركوك اكثرا بكثافة. فشكلوا ضغط على البنية التحتية من قبل مياه الحنفيات، الكهرباء، كله شكلوا عليه ضغط. فالبنية التحتية ما كانت تقدر تلحق تبني لهم شوارع ومجاري ومياه مياه حنفيات. فكانوا ياخذون من اكيد من المدينة، من الشبكة الموجودة. فالشبكة الموجودة ما كانت تستحمل، لكن كانوا يضخون لهم المياه واحنا ما عندنا كان. بلي. طيب بالرغم من كل عمليات التعريب، ترى نحن نشوف انه بانتخابات محافظة كركوك يعني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لحاله يجيب كراسي قد الكل. يعني بالرغم من عمليات التعريب حزب كردي، لو حزب كردي واحد يجيب اصوات اكثر من الكل. يعني الكرد متشبثين بكركوك. بدون شك. من انا يعني اكلمك بالامور انه من جابوهم لانه اعداد كانت قليله جدا، يعني ما كانت يعني اعداد كيف ما نقول لا يرثى لها. يعني الكرد والتركمان اثنيناتهم ممكن يكونوا 70%، والبقيه ممكن عرب
شوية الآشوريين، الكلدان وغيرهم من المسيحيين أيضا موجودين بكركوك. فالأغلبية كانت كردة. على الرغم من حملات التعريب، على الرغم منها الحكومة ما قدرت تغير طابع كركوك بصورة عامة. كركوك بقت كردية وتبقى كردية، لكن ازداد عدد العرب اللي موجودين فيها. والآن أولاد هذول اللي جاوا معربين صار عندهم أصوات ويقولون هذه مدينتنا إحنا. فهنا المشكلة. أخي ريبوار، أمر طبيعي بالنسبة لهم، بالنسبة يعني هاي ثقافة صحراوية في عفرين الكردستان يا في غرب كردستان. من جابوا سواء الأعراب أو التركمان خلال سنة واحدة طلعوا مظاهرات وعملوا ندوات وقالوا عفرين العربية. يعني أمر غير يعني مش غريب عليهم أبدا. هكذا أمور. هنالك وثيقة عثمانية نشرتها سابقا قبل سنة من الآن من موظف عثماني وموجود بالأرشيف العثماني، يتحدث عن مدينة كرد، يقول بأن الأغلبية الساحقة كردية، فيها أيضا بعض التركمان واليهود، المسيحية، بعض الأعراب أو العرب، أنا أطلق عليهم هذا الأمر فقط لا غير. الغالبية الساحقة. الآن الوضع ليس كذلك للأسف نتيجة عمليات التعريب المستمرة. الآن في الوقت الحالي ما وضع كركوك؟ أنا حاليا منقطع عن كركوك لمدة طويلة، لكن وضع كركوك حاليا بسبب الخلافات الموجودة بين الأحزاب السياسية الكردية مع الأسف في إهمال للموضوع. فالناس اللي ساكنين حاليا لحد الآن الكرد هم الأغلبية، لكن أنا بشوف الأمر اللي حالي الوضع الحالي يشكل خطر كبير على الكرد، لأنه الحكومة العراقية المركزية، الحكومات العراقية بغض النظر عن ميولها واتجاهاتها بدون شك كلها وبدون أي تمييز أو استثناء، كلهم سياستهم هي تعريب المناطق الحدودية، أي مناطق حمرين. يعني تجيب من الموصل، كركوك، الخانقين، هاي كل هذا الخط كله سياستهم كلها تعريب هالمناطق، لأنه هذه مناطق غنية بالنفط. فحاليا وضع كركوك أنا بشوفه في أزمة صراحة، لأنه ما في شخص، ما في جهة تدافع عن كركوك. احنا أحزابنا السياسية الكردية تقول احنا ندافع كركوك هي كردية ما نتنازل، لكن اللي بنشوفه انه كل مرة نشوف حملة من قبل الحكومة العراقية، ناس يجون العرب اللي اجوا محتلين لأراضي الكرد. لأنه احنا من نقول من اجوا وسكنوا العرب حول كركوك، بعض المناطق الزراعية أخذوهم من الكرد، يعني مناطق قارة حسن، مناطق قريبة على الحويجة أخذوهم من الكرد. فمن سقط نظام صدام هذول العرب هربوا، لأن عرفوا هذه مو أراضيهم، هربوا منها. فمن هربوا منها رجعوا أهل الأرض الكرد لها، فصارت حملات من قبل هذول العرب وبمساندة الجيش العراقي إنه يزيحون الكرد مرة أخرى عن أراضيهم ويرجعون العرب اللي جابهم صدام. فهنا المشكلة، لأنه يعني ما في جهة معينة تقول أنا راح أدافع عن هذا الخط، ما راح أخليهم يرجعون. طيب أنت ككردي من كركوك، شنو المطلوب من حكومة إقليم كردستان ككردي؟ بشو تطالبون أنت؟ المطلوب أنا أريد أستشهد بكلام الملا ولا الشيخ خزندار اللي في سوريا، عفوا في روجاوا، اللي يقول الحقوق ما تعطى بل تؤخذ بقوة. الشهيد محمد معشوق الخزنوي. الخزنوي، عفوا الخزنوي، شكرا أستاذ العزيز. اللي بيصير حاليا
الأحزاب السياسية الكردية، أنا أسمي سياسية كردية، قاعدين وينتظرون أضواء الضوء الأخضر من جهات أخرى. أنا أقول إذا حقق ما تنتظر أحد. كان عندك كانت عندك فرص تاريخية بسقوط صدام، بانهيار الجيش العراقي، بمجيء داعش، للدفاع عن حدودك، للتشبث وأخذ حقوقك ووضع الخط لحدودك. لكن مع الأسف اللي بنشوفه إنه في عدم اتفاق بين هذه الأحزاب، أنه كيف إحنا نحافظ على هذا الخط، وهل هي من مصلحة الحزبية أو المصلحة الكردية أنه نسويها أو لا. فنحتاج للناس شجعان يجر الخط. ولو حاليا إحنا بنشوف في أحزابنا السياسية أنه هم بيقوموا بأشياء يعني الواحد ما ينكرها، قاموا بالكثير. المنتجات الإنجازات اللي موجودة في كردستان باشور كبيرة لا يستهان بها. لكن مع ذلك نحتاج لشجاعة أكثر، إنه أنا أخلي خطي وأطلب حقي، خليهم هم اللي يجون يقول لا إحنا نريدك تتنازل شوية، مو أنا أنتظر من المقابل إنه يعطيني. المقابل ما راح يعطيك مهما كان، حتى أمريكا ما راح تعطيك إذا أنت ما تطلب وما تأخذ، ما راح ينطوك. فمحتاجين لحكمة وشجاعة شوية أكثر من الموجود حاليا. بإذن الله إن شاء الله. طيب، في الختام شنو هي الكلمة اللي توجهها للمستوطنين العرب في كركوك؟ إحنا كلنا ناس، كلنا بشر، نريد الحياة، كلنا ننتمي لمكان. فأنت من جاي وعايش هنا كشخص عربي، أنت تعرف بصورة جيدة هذه مو أرضك، أنت جاي محتل لأرضي. أنا بعيد عن أرضي وأنت الآن ساكن بها. من أحد أسباب خروجي من كركوك هو أنتوا اللي جيتوا، أنتوا اللي دفعتوني برا. فيا غريب كون أديب، احترم نفسك، احترم قدسية الأرض اللي أنت عليها. هذه أرض كردية وأنت ما تنتمي ليها. لو كنت تنتمي ليها كان يكون عندك مقبرة. أنت مقبرة ما عندك. من واحد منكم يموت تاخذوه للجنوب، تاخذوه ما أدري وين تدفنوه، ما عندكم مقبرة. فاحترموا مقابرنا، احترموا أرضنا. وإذا أي واحد من عندكم عنده ذرة كرامة يشيل شوالاته ويمشي. وشكرا. الشكر لك. زور سباس كاكا ريضوان جاف، أشكرك جزيل الشكر على هذه الأجوبة. تسلم، زور سباس. يعني زور سباسي توكم ما مصالي هرهبي